السلام عليكم، أهلا وسهلا بمشاهدينا داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن. نتمنى أن تكونوا بخير وألف خير إن شاء الله الرحمن الرحيم. إخواتي الكرام، فضلا منكم وليس أمرا، ما تنسوناش إخواتي بلي لايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش توصلوا دائما بالجديد إن شاء الله. ونتمنى أن نكون في المستوى إخواتي الكرام. آخر مستجدات في خصوص قضية الطفل هشام اللي مختطف إخواتي الكرام هذه المدة ديال 74 يوم إخواتي الكرام. وأخيرا إخواتي توصلنا بآخر معلومات بخصوص هذه القضية، وواحد المعلومات اللي جد خطيرة، وتوضيح من بعض المعلومات للمشاهدين باش تفهموا شنو واقع في قضية الطفل هشام حاليا إخواتي الكرام. كما قلت لكم إخواتي الكرام، جات واحد المعلومات اللي توصلنا بها وحبيت نتقاسمها معاكم ونشاركها مع المشاهدين داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن، وبخصوص الناس اللي مهتمين بالقضية ديال الطفل هشام واللي كيبحثوا على الحقيقة ديال الاختطاف ديال الطفل هشام. إخواتي، نتمنى أن نكون دائما في المستوى ونكون نأتيكم بالمعلومات الصحيحة إن شاء الله الرحمن الرحيم. راه كنديروا كل ما في جهدنا باش نوصلوا للحقيقة ديال هذه القضية ديال الاختطاف ديال الطفل هشام، باش نشاركوها معاكم إخواتي وتعرفوا التفاصيل كلها بخصوص الاختطاف ديال الطفل هشام. كما قلت لكم إخواتي، كانت جات واحد المعلومة بعد ما تم التحقيق مع الأطفال بخصوص هذه القضية ديال الاختطاف ديال الطفل هشام، عطى واحد النتيجة إيجابية من بعد تم التعريف على الكونغو اللي كانت جات للدوار المجاور، اللي كان فيها واحد السيدة وواحد الشخص اللي تم إخواتي استدعائهم، تم الوصول إليهم من طرف رجال الدرك الملكي، واللي كانوا جابوهم يوم الأمس إخواتي، وكانوا رغم التحقيقات اللي كانوا كيديروا معهم الدرك الملكي. وهناك تم التسريب ديال واحد المعلومة بأن تم الاعتقال ديال داك الأشخاص إخواتي الكرام. نعم، هما كانوا في تحقيقات إخواتي الكرام، لأن هاد المعلومات والدخول ديال من داك الدوار المجاور ديال الدوار ديال بوشفاعة اللي تم فيه الاختطاف ديال الطفل هشام، هنا ولاو بزاف ديال التهم إخواتي، ولاو بزاف ديال الشكوك، وحنا ما نقدروش نعرفوا اكثر من الامن واكثر من الدرك الملكي في هذا الشيء هذا إخواتي. ولكن اي حاجه كنتوصلوا بها كنشاركها معكم، واي مستجدات كنحاول نتوصل ليها، كنقوم بعض الاتصالات كيجونا بعض المعلومات من الناس ديال دوار بوشفاعة. كما قلت لكم راه ممنوع كليا باش تكون دوار بوشفاعة تصور حاليا ولا هديه، راه باش تكونوا عارفين إخواتي الكرام وما يكذب عليكم حتى شي واحد. أنا بغيتكم تعرفوا الحقيقة ديال هذا الاختطاف والحقيقة ديال هذه القضية ديال الطفل هشام. أن إخوتي الكرام القضية كبرات صراحة، كبرات القضية بزاف، ماشي غير شوية، لأن ولا واحد الصراعات ما بين العائلات بزاف، ما بقاش الصراع يبان العائلة ديال العريس والعائلة ديال الطفل هشام والعائلة ديال العروسة، دخلوا بعض العائلات اللي توجهوا لهم بعض التهم، وصبحت إخواتي القضية كبيرة صراحة. كنتمنوا إن شاء الله الرحمن الرحيم يتم اكتشاف الحقيقة ديال هذا الاختطاف ديال الطفل هشام، وما يزيدش يتم التوريط وتوجيه التهم من بعض الاشخاص ومن بعض العائلات، وتولي مشاكل عائليه ومشاكل في الدوار ديال بوشفاعة من هاد العائلات. هادشي علاش كنطلبوا اخواتي البارطاج ديالكم، وكنطلبوا الدعاء لهذا الطفل والدعاء بخصوص هذه القضيه ديال الاختطاف ديال الطفل هشام، باش ان شاء الله الرحمن الرحيم يتفك هذا اللغز. ولكن اعود معكم للتفاصيل المهمه اخواتي الكرام. من بعد ما تم التحقيق مع هاد الاطفال، اللي تم التعريف على هاد السياره اللي دخلت من داك المنطقه اللي مطلق عليها سياره كونغو اخواتي الكرام، حسب المعلومات اللي موصلين بها هنا، تم يوم الأمس الذهاب من طرف رجال الدرك الملكي عند ديك السيدة وداك الشخص، وجابوهم يحقوا معهم، واستغرق التحقيق عدة ساعات كثيرة هنا إخواتي، باش كتسربت واحد المعلومة لأن تم الاعتقال ديالهم. لكن إخواتي الكرام تم إطلاق سراح هاد الناس، لأن ومازالين في التحقيق إخواتي الكرام، راه ماشي غير طلقوهم
صافي راه مازالين في التحقيق حسب معلومات اللي توصلنا بها. وكما كنأكد لكم وديما كنأكد لكم اخواتي، راه اي حاجه كنتوصلوا بها كنبارطاجيها معكم. مشاهدين اللي كتنتقدونا واللي ما كتنتقدوناش، راه باش تعرفوا الحقيقه ديال هذا الموضوع. اي حاجه كنتوصلوا بها كنبارطاجيوها معكم، بخصوص الناس اللي كيقولوا لي فينا هو الطفل هشام. راني ما كرهتش انا نوصل لذاك الطفل هشام وتسالي هاد القضيه ديال الطفل هشام ويكون حي يرزق ونكون السبب لانني جبرت هاد الطفل. راني منشئ محتوى، اي معلومه كنتوصل بها كنبارطاجيها معكم باش تعرفوا التفاصيل بخصوص هذه القضيه وغير هذه القضيه ديال الطفل هشام. ولكن هذه القضيه ديال الطفل هشام قضيه مهمه بالنسبه لنا اخواتي الكرام، لان ما بغيناش هذا الطفل يروح ضحيه، باش تكونوا فاهمين هذه الحاجه هذه. وبغينا الدعم ديال الجماعه، ما بغيناش هذا الطفل يروح ضحيه اخواتي الكرام. راه مازال الطفل رضيع وراه يقدر اي واحد يطيح في هذا الموقف هذا، وما نبغيوش شي واحد يطيح في هذا الموقف. حنا بغينا هذه العصابه يتم الاكتشاف ديال هذه العصابه، يتم الاكتشاف ديال هذا المول الفعله باش تبان الحقيقه ديال هذه القضيه. باش نزيد ناكد لكم راه مازال الشوافه مختفيه على الانظار لحد الان اخواتي الكرام. مازال الشوافه ما عارفينهاش في كاينه ولا فين مشات ولا فين جات هنا. علاش باقي البحث مستمر على هذه الشوافه؟ واليوم لان كان موجهين التهم اخت العروسه والصديقه ديالها اللي قال لك راه تم الاعتقال ديالهم. تم اخواتي باش نكونوا متفاهمين، راه ما تم الاعتقال ديال اخت العروسه ولا صاحبتها ولا هذا ولا هذا، باش تكونوا فاهمين كل شيء. انا سمعت هذه المعلومه يوم الامس وما بغيتش نبارطاجي ديك المعلومه مع المشاهدين حتى نتاكد من هذه المعلومه. وكنشكر الجميع على الدعم ديالكم وعلى الثقه ديالكم فينا وعلى لي لايك ديالكم وعلى البارطاج ديالكم جميعا اخواتي. وكنتمنى تدعمونا وتشاركوا معنا في القناه وتعاونونا نتوما بالبارطاج فضلا منكم اخواتي. هادشي علاش كنبغي حتى نتاكد من اي معلومه عاد نبارطاجيها مع المشاهدين. وكنعتذر الا كنت بارطاجيت شي معلومه غير صحيحه اخواتي الكرام، لان في الاول كانوا كيجيونا معلومات بزاف من لهنا من لهنا من لهنا صراحه اخواتي الكرام. ولكن حاليا خدمت على داك الشيء، ما بغيتش نبقى نعاود مثلا نفس الغلط. كندير بالكلام ديال المشاهدين والكلام ديال المتابعين ديالنا، لان راه الافكار ديالكم وكنبغيو دائما نعطيوكم الحقيقه كما قلت لكم في جميع المواضيع. وكنبغي دائما حتى نتاكد من الخبر عاد نبارطاجيه معكم اخواتي. هادشي علاش تابع القضيه ديال الطفل هشام بالتفاصيل وكانت نبارطاجي معكم اي مستجدات بخصوص هذا الاختطاف. هنا علاش قلت لكم اخواتي كنت سمعت بهذه المعلومه ولكن ما بغيتش نبارطاجيها معكم حتى نتاكد، لان عندما تم التحقيق مع هذه السيده ديال اخت العروسه وهذه تم الاطلاق ديالهم، لان الدرك الملكي مازالين دايرين مجهودات كبيره بخصوص القضيه ديال الطفل هشام باش تكونوا عارفين. لان اي واحد فيه الشكوك وصلت شي معلومه كيتم التحقيق معاه. ولكن الحمد لله هاد الاطفال عطاو واحد المعلومات مهمه اخواتي. وكاين بزاف ديال المعلومات باش ما نكذبوش على بعضنا، كاين بزاف ديال المعلومات ما عارفينهاش، لان ما يمكنش الامن باش يعطي المعلومات جميع المعلومات للصحافه او للاهل ديال الطفل او ان الامن كيعرف الخدمه ديالو وهما اللي كيديروا الخدمه ديالهم. وعندنا ثقه كبيره بان غادي يفكوا هذا اللغز ديال الاختطاف ديال الطفل هشام. بعد اخواتي ما صبحت دابا واحد المشاكل كبيره ما بين هاد اخت العروسه وهذه، ولاو شي تهم كيتوجهوا الاب والام ديال الطفل هشام حاليا كيقول لك بان هم اللي عندهم يد في علاقه ديال الاختطاف. هذه صراعات ولات عائليه اخواتي الكرام. بغيتكم تعرفوا جميع المعلومات اللي كاينه حاليا. حنا ما كنتهموا حتى شي واحد، ما كنقولوا حتى شي واحد اللي خداه، ولكن عندنا ثقه في الامن لان غيكشف هذه الحقيقه وغادي نعرفوا مول هذه الفعله. ولكن اللي كنطالب من الجميع هو البارطاج اخواتي الكرام هذا الفيديو والدعاء للطفل هشام باش ان شاء الله الرحمن الرحيم ينتهي هذا الصراع. ما بغيناش هذا الصراع يبقى، بغينا هذه الحقيقه تبان ديال هذا الاختطاف ديال هذا الطفل اللي تقول الارض شقت وبلعت هذا الطفل وما بقيناش عارفين الاثر ديالو في كاين. هنا من بعد اخواتي ان مازال حاليا البحث على واحد الشخص اللي جا شي اسم ديالو اللي مازال ما عارفش بالضبط
المعلومات كلها، ولكن حسب ما توصلت به من الاقارب ديال الطفل هشام مازال كيبحثوا على هذا الشخص هذا اللي كان مشى تلاقى داك مول الكونغو قبل ما يمشي اخ العريس باش قال خرج داك الطيابات، خرج هادو. ان هنا غموض كبير اخواتي باش نكونوا متفاهمين، غموض كبير في هذه القضيه ديال الطفل هشام. الحقيقه مدورينها بيناتهم وكيتفقوا على كلام واحد بحال ما نقولوا كيمشيو يعطيوه للدار راه باين هادشي، ولكن حنا غادي نبقاو تابعين هاد القضيه وما غاديش نهملوا هاد القضيه ديال الطفل هشام حتى ان شاء الله الرحمن الرحيم يتم اكتشاف الحقيقه ديال الاختطاف ديالو. هنا علاش كنطالب من الجميع ما تخلاوش على هاد الاسره وما تخلاوش على هاد الطفل، ابار نخليو الاسره ونخليو كلشي، حنا ما نتخلاوش على هشام، كلنا هشام ان شاء الله الرحمن الرحيم حتى نلقاوه، لان هشام اصبح ولد المغاربه جميعا، ان نتضامنوا مع المغاربه كما تضامنوا مع بزاف ديال الاطفال. حنا ما بغيناش قضيه ديال هشام تكون بحال القضيه ديال الطفل الحسين اخواتي الكرام ديال شتوكا ايتباها اللي كان تم ثاني الاختطاف ديالو في واحد الظروف غامضه، واللي تم واحد الصمود وتم واحد الاخفاء الحقيقه وتم اخفاء بزاف ديال الحوايج. لان علاش حنا خصنا نتعاونوا مع الامن ديالنا، نتعاونوا مع الاسر اللي كطيح في هذه المشاكل بحال هذه باش نحاربوا هاد العصابات اللي كيقوموا بهذا الاختطاف ديال هاد الاطفال، ان ما بغيناش نشوفوا بحال هذا الشيء في بلادنا اخواتي الكرام. والسلام عليكم، ونلتقي في فيديو اخر اخواتي الكرام. وبغيت غير نوضح لكم باش تعرفوا القضيه ديال الطفل هشام في وصلت، واي مستجدات بانت اخواتي غادي نبارطاجيها معكم، وكما قلت لكم ما غاديش نتخلوا على هذه القضيه حتى تبان الحقيقه ديال الاختطاف الطفل هشام. غير تبعوا معنا كما كنقول لكم اي لا فيديو راه غننزلو غادي تشوفوا اخواتي. كشاش كنطالب من الجميع تشغيل الجرس باش دائما توصلوا بالاعلانات وبالاخر الفيديوهات اللي كننزلو اخواتي الكرام. والسلام عليكم. السلام عليكم الخوت، تحياتي لكم وتبارك الله عليكم. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة ان شاء الله. كما شفتوا القضية ديال هشام الخوت باقي ما كاين فيها حتى شي جديد. ملي خرج الاب ديال العروسة واتهم مباشرة العائلة ديال العريس، واتهم صاحب السيارة ديال 207 وجه له التهمة حتى هو. يعني باقي ما شفنا شي الجديد، باقي ما كاين شي الجديد، شي حاجه اللي هي غنهضروا عليها، شي حاجه اللي هي مفيده راه باقي ما كايناش يا خوت. تمنيت الخوت والله العظيم تمنيت نخرج ونقول لكم تم العثور على الطفل هشام، ولكن للاسف باقي ما كاين حتى شي جديد، باقي ما كاين شي الاثر. الاثر الخوت ما كاينش الاثر ديالو والو، بحال اللي تقول لك شقت الارض وبلعاتو. المهم الخوت شكرا لكم، شكرا على المتابعه ديالكم. الناس اللي مهتمين بالقضيه ديال هشام يتابوناو في القناه باش يوصلهم كل جديد في القضيه. شكرا لكم وخلونا التعاليق ديالكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.